أبو جحوان في مجاهل أفريقيا من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله. وحدوا الله، لا إله إلا الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه أبو جحوان. على عهده كان في سلطان اسمه تيمور لنك. في يوم من الأيام أراد السلطان اختبار رجاله، عايز يشوف مين أقوى واحد في الرجال، الوزير صياح ولا قائد الجنود بطاش ولا صاحب الشرطة غياث. السلطان استدعى التلاتة وقال: أنا دلوقتي هعمل لكم اختبار واشوف مين من رجالي أقوى. أول واحد كان الوزير صياح. السلطان قال له: بص يا وزير، شايف الأرنب ده عليه الختم الملكي؟ الأرنب ده أنا دلوقتي هسيبه في الغابة، هطلقه وهيطلع يجري. المطلوب منك انت ورجالك انكم تجيبوا لي الأرنب ده هنا في القصر، لكن بشرط: قدامكم يوم واحد بس، من أول شروق الشمس إلى غروب الشمس. أول المغرب ما يأذن كده خلاص محدش يدور على الأرنب، تبقى المهمة انتهت. الوزير صياح قبل المهمة. خرج الوزير صياح برجاله، واستعان الوزير صياح بصاحب الخبر جساس. جساس جاب البصاصين والجواسيس وقصاصين الأثر وأصحاب الفراسة، وقعدوا يدوروا على الأرنب. وجابوا كمان الوزير صياح مجموعة من الصيادين المهرة علشان يدوروا على الأرنب، وفضلوا يتعاونوا مع بعض طول النهار. وانتهت المهلة والمغرب أذن. رجع الوزير صياح وهو معرفش يصطاد الأرنب، لكن الصيادين اصطادوا مجموعة كبيرة من الأرانب. السلطان بص للوزير صياح وهو زعلان وقال له: بقى يا وزير مش عارف تجيب حتة أرنب؟ أمال هتعمل إيه بقى في اللصوص والحرامية والخارجين علينا؟ رد عليه الوزير صياح وقال: مولانا السلطان، أنا صحيح معرفتش أمسك الأرنب، لكن أنا معايا قصاصين الأثر وأصحاب الفراسة والقيافة، ومعايا الجواسيس، وكلنا اتفقنا مع بعض واتبعنا أثر الأرنب، شفنا آثار أقدامه وحددنا اتجاهه وعرفنا الأرنب راح فين من ساعة ما طلع. ولكن يا مولانا السلطان المدة ما كانتش كافية، احنا لو كنا كملنا كنا وصلنا لمكان الأرنب، خصوصا ان الأرنب دخل لأعماق بعيدة جدا جدا جوه الغابة. رد السلطان وقال: خلاص يا وزير، المهلة انتهت. السلطان بص إلى صاحب الشرطة غياث وقال له: الدور عليك يا صاحب الشرطة. السلطان جاب أرنب تاني عليه الختم الملكي وقال له: ده أرنب تاني غير الأرنب الأولاني، مطلوب منك يا صاحب الشرطة إنك تجيب يا إما الأرنب ده يا إما الأرنب بتاع امبارح بتاع الوزير صياح، أي أرنب فيهم. قال له: حاضر يا مولانا السلطان. أطلق السلطان الأرنب في الغابة والأرنب طلع يجري. صاحب الشرطة أمر رجاله من الشرطة والعسس إنهم يطلعوا يجروا ويدوروا على الأرنب. دخلوا الشرطة طول النهار يدوروا على الأرنب مش لاقيينه، وفي الآخر لقوا راجل في الغابة، مسكوه وضربوه وقالوا له: أنت مين؟ ردوا قال: أنا واحد ساكن هذه الغابة. ردوا قالوا: لا، أنت الأرنب، انت ارنب. فضلوا يقولوا له انت ارنب ويضربوه لغايه الراجل ما قال: خلاص انا ارنب. ردوا قالوا: خلاص انت بقى ازاي اتحولت الانسان؟ قال لهم: مش عارف. ردوا قالوا: انت لما دخلت الغابه هنا قابلت ساحره، والساحره حولتك من راجل، من ارنب الى رجل. ردوا قال: حاضر، كل اللي تقولوا عليه انا موافق. الجنود راحوا إلى صاحب الشرطة وقالوا له: قبضنا على الأرنب. صاحب الشرطة بيبص ما لقاش الأرنب، لقى راجل. قال لهم: إيه ده؟ ده راجل. ردوا قالوا: لا، ده أرنب، اعترف أنت إيه؟ سألوا صاحب الشرطة وقال له: أنت مين؟ رد الراجل وقال: أنا أرنب السلطان. ردوا قال: وإزاي أنت تحولت من أرنب إلى راجل؟ ردوا قال: في واحدة ساحرة جوه الغابة لما شافتني أرنب سحرتني وخلتني راجل. صاحب الشرطة
أخده ومش عايز يطلع فاشل قدام السلطان. دخل على السلطان وهو مبسوط وفرحان وقال: قبضنا على الأرنب يا مولانا السلطان، اتفضل. ودخل الراجل على السلطان. بص السلطان للراجل وقال له: انت مين؟ رد وقال: انا الارنب بتاعك يا مولانا السلطان. السلطان قعد يضحك، قال له: ارنب ازاي؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ رد وقال: واحدة ساحرة منها لله جوه الغابة هي اللي عملتني كده. السلطان ما صدقش صاحب الشرطة وقال: سيبوا الراجل يروح، انت كده فشلت يا صاحب الشرطة. خرج صاحب الشرطة وهو زعلان جدا جدا ويقول: بقى أنا أجيب للسلطان الأرنب ويقول لي لا مش هو ده الأرنب؟ تالت يوم كان الدور على قائد الجنود بطاش. قائد الجنود جمع الجيش ووقف مستني السلطان. السلطان أخرج الأرنب الثالث وكان عليه الختم الملكي وقال: يا قائد الجنود بطاش، دلوقتي أنا هسيب الأرنب ده وهطلقه جوه الغابة. كل اللي عليك أنت وجنودك إنكم تجيبوهولي قبل غروب الشمس. قال: هجيبهولك على طول يا مولانا السلطان، أنا هنشر الجيش في كل مكان في الغابة لغاية ما يجيبوه، هقلب الغابة كلها لحد ما أطلع الأرنب. بالفعل السلطان رمى الأرنب والأرنب طلع يجري في الغابة. قائد الجنود بطاش أخد جنوده ودخلوا جوه الغابة وقعدوا يدوروا وقعدوا يقطعوا في الأشجار دخلوا كل مكان في الغابة، وأي جحر يشوفوه كانوا يحفروه علشان يدوروا على الأرنب، لكن مفيش فايدة. مرت الساعات وخلاص المغرب قرب يجي. قائد الجنود بطاش مش عايز أبدا يشعر بالفشل. أمر قائد الجنود بطاش إنهم يجيبوا الأشجار اللي هم قطعوها ويولع فيها، وفعلا الجنود أحرقوا الأشجار اللي كانت مقطوعة والدخان كان عالي جدا. طلع قائد الجنود بطاش وراح إلى السلطان تيمور لنك وقال له: مولانا السلطان، زي ما انت شايف الغابة بتتحرق، وأكيد تلاقي الأرنب اتحرق أو مات من الدخان، وبكده يكون الاختبار انتهى. رد السلطان وقال: لكن يا قائد الجنود بطاش كان المطلوب انك تجيب لي الارنب حي او ميت. رد وقال: الاختبار انتهى، الغابة زي ما انت شايف بتولع. السلطان قال للجنود وامرهم انهم يطفوا النار في الحال، لان حريق الغابة هيشوه الشكل الجمالي وكمان هيقضي على كثير من النباتات والحيوانات، وهيلوث الهواء ويرفع درجة الحرارة إلى الدرجة القصوى، وكمان هيخسر جزء كبير جدا من ثروة الأخشاب. فعلا الجنود أطفأوا النار. وقف السلطان قدام رجاله الثلاثة وقال: ولا واحد فيكم عرف يجيب الأرنب، دلوقتي في 3 أرانب جوه. ردوا وقالوا: يا مولانا السلطان، المهمة اللي انت بتتكلم فيها مستحيلة، مفيش حد فينا فشل. أما قائد الجنود بطاش فقال: المهمة انتهت بمجرد حريق الغابة وأكيد كل الحيوانات ماتت جوه. أما التاني قال: أنا جبت لك يا مولانا السلطان، جبت لك الأرنب واعترف قدامك إن هو الأرنب، أنت اللي مش مصدق، أنت اللي أطلقت سراحه، يبقى أنا كده ما فشلتش، ده صاحب الشرطة غياث. أما الوزير صياح فقال: أنا يا مولانا السلطان صحيح ما جبتش الأرنب، لكن جبت لك تقارير كتيرة جدا جدا عن حياة الأرنب، أكل إيه، شرب إيه، قابل مين، راح فين، الأنهار اللي عبرها، الجحور اللي دخلها، من الأثر بتاعه جبت لك معلومات كتيرة جدا 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 عن الأرنب، أنا كده نجحت مش فشلت. رد السلطان وقال: طب ولو انا جبت لكم واحد من العوام علشان يجيب الارنب، ايه رأيكم؟ ردوا وقالوا: مستحيل. السلطان قال للعبد ميمون: روح يا عبد ميمون انت والعبد فيروز هاتولي جحا. وفعلا بيجيبوا له جحا. جحا بيدخل وبيحيي السلطان. السلطان بيقول له: بص بقى يا جحا، دلوقتي انا هجيب لك ارنب، الارنب ده عليه الختم الملكي، ارنب سريع جدا، وحرميه في الغابة. ولما ارميه في الغابة كل اللي عليك يا جحا انك تدخل وتجيب الارنب ده. رد جحا وقال: دي مهمة سهلة جدا يا مولانا السلطان، ممكن اي حد يعملها، انا راجل من العوام وسهل عليا، فما بالك بالخواص والرجال. السلطان قال: يا جحا بطل كلام،
انا دلوقتي عايزك تجيب الارنب ده. وعلى فكرة في 3 ارانب كمان، ارنب الوزير صياح، وارنب قائد الجنود بطاش، وارنب صاحب الشرطة غياث. رد وقال سهلين، اجيبهم بالمرة مع الارنب بتاعي. بص له كده السلطان وقال له تقدر يا جحا؟ رد جحا وقال ان شاء الله، يوضع سره في اضعاف خلقه. السلطان اطلق الارنب في الغابة، والارنب طلع يجري جوه الغابة. جحا اخد بعضه ومشى. السلطان قال له رايح فين يا جحا؟ الغابة من هنا. رد جحا وقال لا يا مولانا السلطان، خلي الارنب يجري براحته، انا هروح البيت اكل واجي على طول امسك الارنب لغايه ما الارنب يستخبى كويس، اصل الارنب ملحقش انه يستخبى في الغابه. السلطان قال لرجاله شايفين جحا؟ جحا كمان بيدي فرصه للارنب علشان يتعمق جوه الغابه ويستخبى كويس. ردوا قالوا جحا مستحيل انه يلاقي الارنب. اما جحا فراح البيت قعد ياكل، وبعد ما اكل راح الى واحد وقال له انا عايز الناي بتاعك. واحد راعي اغنام قال له انا عايز الناي، هعمل بيه حاجه واجيبه لك تاني. راعي الاغنام كان جار جحا، اعطاله الناي. جحا خد الناي ودخل جوه وقعد تحت شجره، وقعد جحا يزمر بالزماره وبالناي اللي معاه. وهو بيزمر بالزماره الارانب سمعت صوت الناي. الله، صوت جميل جدا جدا. اتجمعت الارانب وقعدت تسمع جحا. جحا بيبص شاف الارانب. جحا ساب الارانب مرة تانية واخد وساب الغابة وخرج بره. راح جحا للنجار قال له انا عايزك تعمل لي جزرة من الخشب. وفعلا النجار عمل له جزرة كبيرة وعملاقة من الخشب. اخد الجزرة العملاقة وراح لواحد وقال له انا عايزك تكسوها بالجلد، تحط لي جلد عليها. فعلا حط له جلد املس ناعم. وبعدين راح لواحد رسام قال له شايف الجزرة الخشب اللي ملفوفة بالجلد دي؟ عايزك ترسم لي عليها جزرة وكأنها جزرة حقيقية. وفعلا قعد يرسم عليها، اللي يشوفها يفكرها جزرة كبيرة وعملاقة. وبعدين جاب جحا غراء بيلزق، غراء كثيف جدا جدا واللزق بتاعه قوي. وبعدين جحا قعد يعملها كده باللزق ويدهنها كلها باللزق. وبعدين راح جحا بالجزرة العملاقة وخدها وثبتها في الأرض ودق عليها في الأرض. وراح جحا بعيد عنها تحت الشجرة وقعد يعزف تاني بالناي. بدأت الأرانب تسمع أصوات الناي بتاع جحا، بدأوا يتجمعوا على صوت الناي، يتجمعوا علشان يسمعوا. الأرانب الملكية بتبص شافت الجزرة من بعيد. الأرانب مش مصدقين نفسهم، جزرة كبيرة جدا جدا وعملاقة، احنا عمرنا ما شفنا جزرة كبيرة قوي كده. ايه ده الجزرة دي، ده احنا نقعد ناكل فيها 3 شهور بحالهم. الأرانب طلعت تجري على الجزرة، وكل أرنب بدأ يمد إيده علشان يشوف الجزرة. والأرنب اللي يحط إيده على الجزرة إيده تلزق، الأرنب يحط إيده التانية إيده التانية لزقت، يحاول يشد إيده مش راضية تطلع. بدأ إنه يزق نفسه برجله، رجله كمان هي كمان لزقت. الأرنب يحاول يضرب الجزرة براسه علشان الجزرة تسيبه، لكن راس الأرنب هي كمان لزقت. وبكده الأرانب السلطانية وشوية أرانب كمان برية لزقوا كلهم في الجزرة. بعد ما لزقوا وتمام واتجمع الأرانب على صوت الناي، راح جحا وشال الجزرة وأخرج الأرانب منها وحطهم في كيس وراح إلى قصر السلطان. وقال له مولانا السلطان، أنا أبطلك على ال4 أرانب بتوعك، وكمان جبت لك شوية أرانب برية من الغابة. استغرب السلطان جدا جدا وقال عملتها ازاي يا جحا؟ رد جحا وقال كل عقدة ولها حلال، وكل باب وله مفتاح يا مولانا السلطان، المهم ان احنا نفكر صح. اتغاظ منه الوزير صياح وقائد الجنود بطاش وصاحب الشرطة غياث. لاحظ السلطان ان وجوه ال3 متغيرين جدا جدا، وخاف لا يفتكوا ويبطشوا بجحا. وجحا يا عيني ما كانش يعرف ان الجنود فشلوا في ايجاد الارانب البرية قبل منه. السلطان قال له تعرف يا جحا ان الجنود بتوع
قائد الجنود بطاش، وكمان الفرسان بتوع الوزير صياح، ورجال الشرطة بتوع غياث معرفوش يلاقوا الأرانب وفشلوا. وانت يا جحا اللي لقيت الأرنب. جحا قال: يا خبر يا مولانا السلطان، كده هيحطوني في دماغهم. طب وبعدين أعمل إيه؟ فكر السلطان وقال: انت لازم يا جحا تبعد عن البلاد، عن قرية الواق، لأنهم مش هيسيبوك في حالك. انت لازم تبعد، انا هبعتك لمكان بعيد جدا جدا عننا، وهبعتك بالمرة في مهمة. رد جحا وقال: وايه المهمة يا حضرة السلطان؟ رد السلطان وقال: في مجاهل افريقيا هتلاقي يا جحا قبيلة هناك. القبيلة دي كان عندهم بير مية بيسموها بئر القمر، وكانوا بيشربوا منها. في قبيلة تانية كان عندهم بير تاني اسمه بير الشمس، ولكن بير الشمس جف. فاعتدت القبيلة بتاعة الشمس على قبيلة القمر، اعتدوا عليهم واخدوا منهم البير وحرموهم من المية، وهم بعتولي يستنجدوا بيا علشان انقذهم، لان فيهم ناس بتموت من الجوع والعطش. انت يا جحا هتروح هناك وتنجدهم وتجيب لهم البير لغاية عندهم. رد جحا وقال: انا يا مولاي السلطان هعرف اعمل كده؟ رد السلطان وقال: ده انت يا جحا عرفت تجيب الارنب قبل المغرب يا جحا، وكل رجالي وكل الجيوش والممالك دي كلها معرفوش يجيبوها. انت جحا الذكي، مفيش حاجة بتستعصى عليك. رد جحا وقال: يعني يا مولانا السلطان علشان تنجيني من مكائد رجالك تروح ترميني في التهلكة في مجاهل افريقيا؟ رد السلطان وقال: روح يا جحا وما تخافش، وليك مني لو انت عرفت تحل الموضوع ده، ليك مني يا جحا 100,000 دينار. جحا قال: انا موافق يا مولانا السلطان، حتى ابعد شوية عن رجالك. فعلا خرج جحا، لكن السلطان قال له: استنى يا جحا، عايز اسألك الاول، انت لازم تكون عارف عادات وتقاليد قبائل افريقيا. رد جحا وقال: اعرف بعض العادات يا مولانا السلطان. السلطان قال له: زي ايه يا جحا؟ رد جحا وقال: من عادات القبائل الافريقية لما واحد بينام مستحيل حد يصحيه ابدا، لان عندهم في الاساطير القديمة والخرافات والمعتقدات بتاعتهم لما الشخص بينام روحه بتسيبه وبتطلع لفوق في السماء، ولما واحد يجي يصحيه ساعتها روح شريرة هي اللي بتلبسه، فلما بيصحى بيقوم متعصب وبيقعد يزعق، واللي بيزعق وبيتعصب ده الروح الشريرة، وبيفضل متعكنن طول النهار علشان حد صحاه. علشان كده محدش بيصحي حد في افريقيا، اللي بينام بيفضل نايم لغاية ما يصحى لوحده وتتردله روحه الطيبة. ضحك السلطان وقال: خلي بالك يا جحا، مجاهل افريقيا وغابتها مليانة بالخرافات، واهلها بيصدقوا جدا جدا في الخرافات دي. رد جحا وقال: ان شاء الله انا هقدر انتصر عليهم يا مولانا السلطان. خرج جحا وراح الى مجاهل افريقيا. اول ما راح هناك راح يسأل على قبيلة القمر. فعلا لقى ناس جعانين جدا جدا وعطشانين ومرميين في الغابات والبراري. قالوا: انت مبعوث السلطان تيمور لنك ملك المغول؟ قال: ايوه. انتوا استنجدتوا بالسلطان؟ قالوا: ايوه احنا استنجدنا بالسلطان يجي ينجدنا من قبيلة الشمس. قبيلة الشمس احتلت البير بتاعنا. جه قال: خلاص انا هروح دلوقتي واتكلم مع زعيم القبيلة واحاول اقنعه. ردوا قالوا: خلي بالك، بيننا وبين قبيلة الشمس استعانت بقبيلة تانية اسمها قبيلة آكلي لحوم البشر، ولو شافوك هياكلوك. رد جحا وقال: ربنا إن شاء الله معايا. خرج جحا علشان يروح لقبيلة الشمس، وهو ماشي وقع في الفخ، لقى في حطب، داس على الحطب وقع في الحفرة. جم وحوطوه ومسكوه وكتفوه، وبعدين ولعوا نار وقالوا: احنا النهارده هناكلك، انت الاكل بتاعنا. رد جحا وقال: ايه ده، انتوا هترموني في النار؟ انا اساسا جاي من قبيلة النار، احنا كلنا لما بنتولد بنترمى في النار، ده النار دي هي دي بيتي. ايوه ارجوكم ارموني في النار، بس اوعوا ترموني على
الحشيش بتاع الغابة، لحسن الحشيش بتاع الغابة ممكن يطفي النار اللي جوايا. بصوا له كده وقالوا له ايه ده، يعني انت من قبيلة النار؟ قال ايوه انا من قبيلة النار، ارموني بقى علشان ارجع لقبيلتي. قالوا ايه ده، انت يعني ما بتخافش من النار؟ جحا قال لا، ده بالعكس، ده انا متربي في النار. قالوا له طب ايه الحاجة اللي انت بتخاف منها؟ قال لهم الحشيش، ما ترمونيش على الحشائش، اوعوا ترموني على الحشائش لأصبح مستوي، هتلاقوني استويت مرة واحدة ومت. قالوا كده طب والله ما احنا راميينك الا على الحشائش. واخدوا جحا وفكوه ورموه على الحشائش. اول ما جحا رموه على الحشائش قام جحا وطلع يجري وقال لهم ضحكت عليكم ضحكت عليكم. جرى جحا لغاية ما وصل إلى قبيلة الشمس. راح هناك وطلب يقابل زعيم القبيلة. زعيم القبيلة قال له أنت مين وإيه اللي جابك هنا؟ رد وقال أنت زي ما أنت شايف أنا لوني أبيض، يبقى مين اللي بعتني؟ رد وقال مش عارف، إحنا كلنا هنا لوننا أسمر، إشمعنى أنت اللي لونك أبيض؟ رد جحا وقال علشان أنا مش من هنا، مش من أفريقيا، أنا جاي مبعوث من القمر. انا القمر بعتني برسالة بيقول لك انت اعتديت على البير بتاعه واعتديت على القبيلة بتاعته، والقمر اللي فوق ده بيقول لك انه هيجيب النجوم ويقعد يحدف عليك بالنجوم والنيازك والعواصف، وهيحدف عليك ويمطر عليك السماء حجارة لو انت ما رجعتش البير تاني الى قبيلة القمر. بص له كده زعيم قبيلة الشمس وقال له ايه ده وايه صدق الكلام اللي انت بتقوله؟ رد وقال تعالى معايا بالليل دلوقتي وروح هتلاقي القمر بنفسه قاعد جوه البير بتاعه. زعيم القبيلة اخد القبيلة بتاعته وقال تعالوا نشوف كلام الراجل ده صحيح ولا لا، بس خلي بالك احنا هنقتلك. رد جحا وقال ما على الرسول الا البلاغ، القمر جه وبلغني رسالة، تيجي تاخدني انا برسالة؟ انا معذور، انا ببلغك كلامه وخلاص. زعيم قبيلة الشمس رد عليه وقال له لما نشوف. راح الزعيم القبيلة هو واللي معاه بيبصوا كده في البير، لقوا صورة انعكاس القمر جوه البير. قالوا ايه ده، هو الكلام صحيح ولا ايه؟ فعلا القمر قاعد جوه البير، شكل القمر فعلا هينفذ تهديده وهيمطر علينا السما حجارة ويحدفنا بالنيازك والنجوم. طب وبعدين نعمل ايه؟ رد القبيلة وقالوا احنا اقوى من القمر، احنا ما بنخافش من القمر، احنا معانا الشمس، مد الجردل وروح وتحدى القمر وهات لنا ميه. فعلا جه صاحب القبيلة بتاعة الشمس ومد الجردل بالحبل جوه البير، وهو اول ما الجردل نزل بدأت المية تتهز، لما المية اتهزت بدأت صورة القمر يهتز. صرخ جحا وقال غضب القمر، اهتز القمر وارتعد، قال خلاص انتوا دلوقتي ابشروا بالهلاك. خاف زعيم قبيلة الشمس وقال ايه ده، فعلا لما انا نزلت الجردل القمر اتهز جامد جوه البير. خاف وقال سامحني سامحني يا مولاي القمر، سامحني يا مولاي القمر. وبدأت كل القبيلة تقول سامحنا يا مولانا القمر، مش هنعتدي عليك تاني وهنشوف بير تاني نشرب منه غير البير ده. قبيلة القمر كانوا مبسوطين جدا جدا برجوع البير بتاعهم وشكروا جحا شكر كبير. جحا أخذ بعضه وسافر وذهب إلى بلاده بلاد الواق الواق، والسلطان استقبل جحا استقبال الأبطال الفاتحين. أمر السلطان خازن بيت المال بإعطاء جحا 100,000 دينار، لكن جحا قال أنا لا أستحق هذا المبلغ يا مولانا السلطان، اللي يستحقه هم جنودك. لكن السلطان قال لا يا جحا انت لازم تاخد مكافأة. رد جحا وقال انا مكافأتي يا مولانا السلطان انك تكفيني شر جنودك وشر رجالك. السلطان امر رجاله ان محدش فيهم يأذي جحا. أما 100,000 دينار فتوزعت على جنود الوزير صياح وقائد الجنود بطاش وصاحب الشرطة غياث، وعاش الجميع حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغة الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. سلام عليكم.